السلام عليكم، ازيكم تكونوا بخير. أي طيور عندي مهما كانت كبيرة أنا مش بسلقها خالص، بعملها في الفرن مباشرة. حتى الحمام أي طيور عندي مش بسلقها خالص. عندي البطاية القمرة دي طبعا النهاردة مش هحشيها لا فريك ولا رز، هعملها بخلطة مختلفة خالص. وطلعت زبدة معايا ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. بسم الله والصلاة والسلام. طبعا أنا عندي هنا البطاية دي، أنا نقعتها من بالليل طبعًا من محلول النقع. هاكتبه لكم تحت الفيديو. طبعًا ما قلت يعني ما صورتش معاكم المقطع دوّة، فأنا طبعًا عملته معاكم قبل كده كذا مرة. محلول النقع هو عبارة عن نُص كوباية سكر، نُص كوباية ملح، عندي شرايح ليمون، لو في شرايح برتقان ممكن، طبعًا عودان قرفة، فلفل أسود صحيح، ورق لورا. كل ده تحطيه في المَيّة النقع أهم حاجة تتغطّى بالمَيّة خالص، وتسيبيها بس مش من برّه التلاجة عشان ما تعفنش معاكِ، وتسيبيها كده اليوم كامل. عارفة تاخدي نتيجة جميلة جدًا، والأنسجة بتاعتها بتبقى طرية زي ما شفتوها كده. طبعًا النهارده عندي 3 بصلات معمولين كده يعني مقطّعين حلقات، اللي هو الحشوة بتاعة النهارده. وعندي التوابل بتاعتي: كزبرة، كمون، فلفل أسود، كركم، بابريكا، 7 بهارات، والملح بتاعنا. دي كل البهارات بتاعتنا النهارده. طبعًا أنا كل ده هاكتبه لكم تحت الفيديو. وطبعًا عندي معلقة خل، وعندي هنا معلقتين زيت، وكمان دبس الرمان معلقة، لو ما فيش دبس رمان يبقى معلقة عسل، ومعلقة صويا صوص، ومعلقة خل. وطبعًا كل ده أنا هاقلّبه كده مع بعض. وعندي 3 حبّات طماطم كده مبشورين أو بالكبة بس بدون مَيّة، يعني أنا عايزاهم كده حتت صغيّرة كده، يعني ما يكونش فيهم مَيّة خالص. وعندي كده هنا 7 فصوص توم مقطّعاهم قطع كده، يعني مش مفرومين. هاقلّب كل الحاجات دي كلّها مع بعضها كده تقليبة حلوة كده. تغيير كده، مرّة فريك ومرّة رُز. أنا قُلت أغيّر النهارده كده بالخلطة الجميلة دي. كده تمام. هاجيب كده طبعًا البطاية بعد ما صفيتها من مَيّة النقع. طبعًا غسلتها مرّة و2 و3 تاني، يعني ما باكتفيش بمَيّة النقع بس لأ. وكده هاجيبها كده أحطها في الصينية بتاعتي كده، أتبّل من الخلطة دي كده، أتبّلها كلّها كده يمين شمال بين الجلد كده، وأحشي كمان، وأحط كده جواها كده حشوة منها. وأحط من الحشوة دي كده في البطاية كده بالطريقة دي كده. طبعًا أنا باتبّلها كلّها من جميع الجهات كده. التتبيلة دي خطيرة جدًا. كده تمام. باقي الخلطة اللي معايا كده، طبعًا أنا مجهّزة كده فلفل رومي وفلفل حامي كده، يعني حبّتين من كل نوع كده باضيفهم عليهم. وعندي هنا 3 بصّات كده، وعندي 3 جزرات مقطّعين بالطريقة دي كده، وكلّه هاخلطه كده مع بعضه كده واشربهم مع بعض كده.
أوزّعهم كده على الصينية بتاعتي. عايزة ما تكتفيش بالخضار دوّة أو كده، ممكن تعملي جنبيهم طبق ملوخية، ممكن بامية ويكا الصعيدي، يعني إيه لو أنتِ مش عايزة الخضار دوّة، بس هو بصراحة تحفة جميل جدًا. كده خلاص، كده جهزت معايا. هاجيب ورق الفويل بتاعي كده وهالفّها تغليفة حلوة أوي وأحكّمها تحكيمة حلوة أوي كده علشان إيه، البخار ما يطلعش منها كده وتستوي معانا. طبعًا أنا مولّعة الفرن من قبلها بربع ساعة كده عشان تسخن. بانزّل الشبكة كده تحت شوية وأولّع الشواية والفرن مع بعض. لو أنتِ عايزاها تستوي بسرعة، مش عايزاها اطفي الشواية وولّعي الفرن بس. كده جهزت أخدت ساعتين معايا بالضبط، بس طلعت إيه، مش هاقول لكم بقى، هي بتتحدث عن نفسها كده. تحفة، تحفة، وريحتها كانت ما أقولكمش مالية الشقة. جميلة جدًا وبقت زبدة. يعني اللحم البطة كده اتفزّر كده من العضم بتاعها، بُصّوا كده. استوت خالص. طعمها رائع جدًا. شايفين زبدة، زبدة. وأشوفكم على خير إن شاء الله.